اخوي على عدو، انا واخوي على ابن عمي. صح. لكن ابن عمي ده كافر. هو ده العشم يا سيادة العميد. بس كلمني عن انه عشان نخرس بعض الألسنة اللي بتزايد، كل اللي بيحصل ده بتنسيق كامل ما بين القوات المسلحة الليبية والقوات المسلحة المصرية. نعم نعم نعم، نحن نسقنا والضربة كانت ناجحة، والضربة ناجحة لأن الطائرات اللي استعملتوها والسلاح دقيق ومؤثر. أما الطائرات اللي عندنا احنا طائرات روسية قديمة، أسلحة تقليدية من الحرب العالمية الثانية، نضرب فيهم لكن مش مؤثرة فيهم. ولكن الضربات اللي عملوها القوات المصريين ضربات ناجحة، والشعب الليبي فرحان. يسيبك بالكلام، لا مدني يصيب ولا حد أصيب يعمل يلفقوا في التهم لمصر. مصر بلد البطولات، بلد الرجال. طيب أنا عندي، خليك معايا ثانية واحدة يا سيادة العميد. أنا معايا نعم. فيديو لمدة دقيقة لأحد الأشخاص اللي لابس زي الجيش الليبي، وبيقول كلام سخيف زي اللي حضرتك قلته ده، إنه استهدفوا مدنيين ومش. أسمع بس لمدة دقيقة وحضرتك ترجع ترد للشعب المصري على هذا الفيديو. اسمع معايا يا سيادة العميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المجلس الأعلى للدفاع بشأن القصف الجوي لقوات الجنرال السيسي لمدينة درنا، في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الأعلى للدفاع على حرصه الشديد وكافة منتسبي القوات المسلحة الليبية وكتائب الثوار التابعين لرئاسة الأركان العامة على نبذهم للإرهاب بجميع أشكاله. نتقدم بأحر التعازي لشهداء الوطن من الليبيين الذين طال بيوتهم القصف الجوي الغاشم لطائرات الجنرال السيسي. كما نتقدم للشعب المصري وأهالي المغدور بهم من المصريين الذين طالتهم يد الغدر والإرهاب، ونستنكر بشدة مثل هذه الأفعال المشينة الإرهابية والتي لا تمت للإسلام بصلة. وأما فيما يخص الصور التي ظهرت في الفيديو المسرب. مين ده يا سيادة العميد؟ يا سيادتي هذا من درع ليبيا، في حاجة سموها درع ليبيا، الأخوان العصا الغليظة اللي أعطوها الأموال والسلاح، يخطفوا من يخطفوا ويضربوا من يضربوا حتى ننصاع إلى قراراتهم. هذول اللي دمروا مطار طرابلس، هذول اللي دمروا خزانات النفط على طريق مطار طرابلس، ودمروا خزانات الوقود في خليج السدرة في منطقة بن جواد. يعني ده مش قيادة في الجيش الليبي؟ لا، هو قال لك قيادة الليبي يتكلم عن رئيس اركان الغير الشرعي الاولاني اللي قبل عبد الرازق النظوري. هذا مش شرعي اللي في طرابلس، جد الله يحكي على جد الله، مش عايز يقول اسمه لانه هو مش شرعي ولا المؤتمر الوطني شرعي. انتهت. البرلمان موجود في طبرق، رئيس الاركان العام عبد الرازق النظوري الشرعي واللي بيزوركم من حين الى اخر موجود في طبرق، والحكومه موجوده في مدينه البيضاء الشرعيه معنا ومعترف بها العالم كله. اما هؤلاء تحت اجنده قطر وتحت اجنده تركيا، وهم من نهبوا الاموال ومن قتلوا النساء، وهم اللي مكنوا داعش ومكنوا تنظيم القاعده. يعني في النهايه المتنطع ده من الدرع مش من الجيش الليبي. ده جبان كرمك الله، ووسخ كمان. ده اللي ضيع البلاد، وده اللي ضيعونا. وما تسمعش كلامهم. انا قائد قوات الجويه ومن معركه الكرامه ومن 17 فبراير وملم بكل شيء. حتى مدنيين ما قتلوش ولا واحد في الطلعه المصريه المباركه، نسميها طلعه مباركه، الرياح المباركه اللي مرت على درنا وطهرت جزء كبير من هذه المدينه العظيمه. سيادة العميد، يعني أنا بنقل لك كل تحيات الشعب المصري وكل أمنياتنا بأن تعود ليبيا إن شاء الله إلى وضعها المستقر الآمن.